أهلا بكم في القرار عبر منصة بيناتنا لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية والإقليمية. نستضيف اليوم الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد علوش ببيناتنا وشكرا على تلبية الدعوة. أستاذ محمد، سقط اتفاق إسلام أباد. في بيانه أعلن المرشد الأعلى أنه أصبح بلا قيمة. ترامب أيضا لو ما اعترف فيه مباشرة إنما ضرب 8 أيام متواصلة ضمن مراكز حيوية في إيران دليل أنه هذا الاتفاق سقط. كيف تقرأ هذا المشهد اليوم؟ بداية نعود إلى أصل وجود اتفاق أو مذكرة الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا. وصل ترامب إلى مرحلة في السابق اكتشف أنه إقفال المضيق سيؤدي إلى تداعيات خطيرة كتير على موضوع النفط والأسواق العالمية وتحديدا في الداخل الأمريكي، فكان مضطر أنه يروح على اتفاق مع إيران يضمن من خلاله فتح المضيق، لا يقدر يشوف من بعدها شو ممكن يروح لخيارات من بعد ما جرب 40 يوم حرب. فتح المضيق أو إغراق الأسواق بالنفط، أي أكثر؟ لا، فتح المضيق كان بشكل أساسي. لأقول لك ليش؟ لأنه جرب الحرب العسكرية 40 يوم وجرب الحصار وجرب أسطول الحرية، ما قدر يوصل لنتيجة بموضوع المضيق. جرب يدخل الناتو على المعركة البحرية، كمان ما قدر يوصل لنتيجة، فراح لخيار الاتفاق مع إيران لفتح المضيق وعطاهم مذكرة تفاهم. كل اللي أراها قال أنه يمكن الإيراني ما كان يحلم بهذه البنود. فتحنا المضيق أول أيام، بالمقابل كان مضطر الأمريكي يعطي أيضا الأطراف الأخرى في هذه الحرب اللي بيخليها تسوق إلى انتصار أولا أو لإنجاز وترضى بانتهاء الحرب مرحليا. تحديدا الإسرائيلي راح لعنده عطاء لبنان، أخذ منه ورقة إيران وعطاه ورقة لبنان بمسار السلطة والتفاوض بين لبنان وإسرائيل. وراح أيضا عند الدول الخليجية لا يقدر يرجع يجذبها على الحضن الأمريكي، أعطاها ورقة المنامة أو بيان المنامة اللي كان بيحاكي فيه كل هواجس هذه الدول من إيران. فأرضى الكل وفتح المضيق وتوجه لمحاولات الالتفاف على مذكرة التفاهم اللي تعرضت لهجوم كتير كبير وانتقاد في الداخل الأمريكي. بلشت بوادر التراجع الأمريكي عن مذكرة التفاهم من الساحة اللبنانية، ومن ثم البند الثاني هو كان الأموال المجمدة، وصولا إلى اللي عم نعيشه اليوم من تجدد لهذه الحرب بجولة قتالية جديدة بعد مش معروف مداها وين بيروح. كانت مرتبطة إنه البعض طبعا إنه مرتبطة بانتهاء كأس العالم. أنا على المستوى الشخصي ما بربط كتير بين كأس العالم وهذه الجولة، والدليل إنه هذه الجولة بلشت من أيام وكان بعده كأس العالم مستمر، وهلا خلص كأس العالم وهي بعدها مستمرة. إنما إسرائيل بعدها خارج المشهد. الإسرائيل في أسباب لوجودها خارج المشهد، أسباب تتعلق بإيران والمنطقة وأسباب تتعلق بالساحة اللبنانية. بالنسبة إلى المنطقة، بعد ترامب عم يسعى لإدخال الدول الخليجية بالحرب، وهالدول الخليجية ما بتقدر تفوت بحرب شريكة إلى جانب إسرائيل، فربما يكون بتحييد إسرائيل بهالمرحلة بالتحديد سعي من ترامب لإدخال هالدول بالمعركة، اللي واضح أنه هي حتى اللحظة عندها تردد بإعلان الدخول بشكل علني، لأنه هي بمحل أو بآخر عم تتعاون في هذه الحرب وأساسا هي عم تنخاض على أرضها. اثنين، بموضوع الساحة اللبنانية كمان ترامب كان حريص وبيعرف أنه إذا إسرائيل فاتت على الحرب يعني إيران رح تضرب إسرائيل، وبالتالي قد تشتعل وستشتعل الحرب من جديد في لبنان. هو عم بيحاول يقول أنه نحن فصلنا مسار لبنان عن مسار إيران، ومش إذا صار حرب مع إيران حتما حيصير حرب على لبنان. في بلبنان مسار تفاوضي مباشر بين اللبنانيين وإسرائيليين بده يوصل لنتيجة برعايتنا نحن كأمريكان، وخلينا نفصل الملف. ثلاثة، من إنجازات نتنياهو اللي عم بيحاول يسوقها بالسباق الانتخابي هي استعادة الأمن للإسرائيليين. فأي حرب أو أي تدخل إسرائيلي حاليا رح يرجع يعرض إسرائيل لصواريخ، وأي صاروخ سيعني فقدان شعور الأمن عند الإسرائيليين، مما قد يؤدي أيضا إلى تراجع إضافي لنتنياهو بالسباق الانتخابي. كل هيدي المؤشرات بتفرجينا ليش ترامب محيد إسرائيل لهاللحظة. ليه لهاللحظة؟ لأنه في نحن هلأ عنا أكثر من اعتبار. إذا هاي الحرب راحت لحرب مفتوحة حتما إسرائيل جزء منها، سواء هاجمت أو ما هاجمت.
اثنين، إذا اليوم الإيراني عاد الضرب على إسرائيل، من غير المستبعد أنه ترجع المقاومة بلبنان تفتح هذا هذه السؤال المعركة بدي من جديد. أسألك، هل اليوم المقاومة قادرة فعليا أنه تقدر على هذه الخطوة، يعني أولا على الصعيد البيئة الحاضنة، حتى وضع الجنوب بعدنا لهلا عم نلملم، يعني بعد العالم بعد في شهداء تحت الرد، ونكون كثير واقعيين. وامبارح الجانب الإسرائيلي بيحكي أنه هناك مقاتلين محاصرين داخل تلة علي الطاهر. طب اليوم هل قادرين؟ يعني مش حتكون انتحار فعليا؟ هذا الحكي هو ذاته كان موجود قبل 2 أذار، قبل إعلان الدخول بالجولة الحالية من الحرب. بس وضعنا ب2 أذار كان أفضل، كنا نحكي ونسمع إنه بس كان أفضل من هلا، يعني ما كان الجنوب محتل هالقد. كانت البيئة بوضع صعب، الوضع السياسي الداخلي كان قاسي جدا، كنا عم نشوف في قرارات حكومية كبيرة جدا، كنا عم نشوف في خطة للجيش اللبناني بحصر السلاح، وكانت قدرات المقاومة ما كان حدا بيعرف شو عندها قدرات، قدرت ترمم أو ما قدرت ترمم. كل الواقع اللي كنا عايشينه من حيث الشكل الخارجي كان بيقول انه من الصعب انه تخوض المقاومة معركة. اليوم انا باكد لك انه المقاومة تعتبر نفسها لا زالت في الحرب، مش حنرجع للحرب ولا ما بنرجع، نحن بالحرب، ولكن بهذه الجولة في تصعيد منخفض الوتيرة، انما الحرب لم تنتهي وفصولها النهائية لم تكتب. لذلك إذا رجعت المقاومة للعمل العسكري فهذا الشيء رح يكون جزء من الحرب القائمة اللي هو الإسرائيلي حتى اللحظة ما وقفها، يعني رغم كل وقف إطلاق النار اللي صار وكان كتير منيح، تحييد المدن، تحييد بيروت والضاحية بداية ثم تحييد المدن الكبيرة. هلأ عم يشتغل الإسرائيلي بزون إلى حد ما ضيق نسبة للي كان عم يشتغل فيه بال15 شهر قبل أذار بحرية الحركة. بس المساحات المحتلة اليوم الإسرائيلي المساحات أكبر، ولكن أنا اللي عم أقوله أنه حتى الإسرائيلي بعده لم ينهي هذه الحرب في لبنان، عم بيخوض مسارات متنوعة من ضمن المسار العسكري. لذلك أي تطور في المشهد الإقليمي من المتوقع والمحتمل أن ينعكس في لبنان، هذا إذا بحال ما قلنا أنه أصلا الإسرائيلي عم بيحضر لشيء للبنان، سواء بيتعلق بتلة علي الطاهر كعنوان أو بما هو خلف تلة علي الطاهر مؤخرا. يمكن يكون عنده سعي صار للتوجه إلى مسارات مختلفة، وصول إلى تلال مختلفة. أكيد الإسرائيلي اللي موجودة طائراته فوق بيروت بشكل دائم، مسيراته منا موجودة فقط لإحداث قلق عند اللبنانيين أو توتر، إنما هي من أجل إيجاد وبحث وتحديد ربما أهداف، لأنه بيعرف أنه المشهد ما خلص وممكن ترجع تتجدد المعركة. أنا عم أقول ممكن لأنه في مساعي لتحييد لبنان عن هذه الحرب، إنما حتى اللحظة بقدر أقول إنه ما وصلت لنتائج أخيرة. منا ردعية، يعني منا بسبب سلاح حزب الله، هيدي المساعي دبلوماسية. صحيح. طيب يعني اليوم رجعنا لفكرة إنه الإطار الاتفاقي وزيارة الرئيس جوزيف عون. رئيس جوزيف عون بزيارة إلى واشنطن، الإعلام طبعا كله ركز إنه رايح بالإسبادرين، كان كتير هيك رياضي، مشهد الرسمي الدبلوماسية ما كان موجود، استقبلته موظفة التشريفات بالبيت الأبيض. هل اليوم الرئيس عون ذهب إلى واشنطن كرئيس لقادر يفاوض ند بالند، أم كراح شخص ينفذ القرار الأمريكي؟ الرئيس جوزيف عون من يوم وصوله إلى السلطة كان خلف هذا الوصول هو الإدارة الأمريكية، لدرجة بس عفوا بس كرمال تقدر تكفي فكرتك أستاذ محمد، إنما كان نواب حزب الله والثنائي الشيعي كمان هن انتخبوا، ما كان في حل ثاني. مرغم أخاك لا بطل، مرغم أخاك لا بطل، ما رح نيجي نتخبى ورا خيال أصبعنا. راح الثنائي انتخبه لأنه البلد كله مشي فيه، ما كان عارف بسبب الرغبة الخارجية، وبسبب والأهم أنه نحن كنا ظاهرين من حرب وبدنا نحاول نرتب البيت الداخلي والوضع الداخلي لنشوف كيف بدنا نكفي. أكتر شيء كان بيقدر يعمله الثنائي لما وجد أنه ما عاد في إمكانية لخوض معارك رئاسية، كان أنه يروح يحكي معه للزلمة ويعملوا اتفاق أو تفاهم ويروح على أساسه ينتخبوه. هذا اللي صار، ولكن للأسف من 4 أو 5 بنود تم التفاهم عليها بالجلسة الشهيرة بين الجلسة الأولى للانتخاب والجلسة الثانية، تم احترام بعتقد بند من 4 أو 5 بنود. طيب أكتر من هيك ما كان فيهم يعملوا للصراحة، مثل ما وقت تشكيل الحكومة أكتر من اللي حققوه بهذه الحكومة ما كانوا قادرين يحققوا
وبنفس الوقت هن ما كانوا عم يسعوا لمشكل ولا عم بيفتشوا على تعطيل، راحوا مشيوا بالركب، وكانوا عارفين انه جايهم ايام صعبه. وانا قلت انه هاي الحكومه لما تشكلت حتكون اصعب حكومه سياسيه بتاريخ الثنائي من الطائف لليوم، انما كانوا عم بيراهنوا على تغير الظروف والوقت، اللي هو استمرت هذه الظروف بالتغير بشكل سلبي وتعود بالأسوأ عليهم لمدة أشهر إلى حين دخولنا بالحرب الموجودة بالمنطقة. رئيس جمهورية إذن إجا بسياق مشروع، وبالتالي هو اليوم قد يكون مؤمنا بما يقوم به. يعني هو مش فكرة أنه هن جابرينه يعمل هيك، يمكن يكونوا جابرينه، بس هو مقتنع على المستوى الداخلي باللي عم يعمله، مقتنع انه هالمقاومه ما عادش تجيب نتيجه، مقتنع انه هو ما عادش بده ايران كصديقه للبنان، هو صديقه صار دونالد ترامب، هو مقتنع باللي عم يعمله. وفي البعض اللي عندهم وجهه نظر بتقول انه هو اساسا مسير مش مخير. اليوم رئيس جمهوريه مسير باتجاه هدف. شو اللي جابره يعني؟ في فتره كان الامريكي يعطيه هامش من الوقت للتصرف، كنا نحسه انه والله عم بيداري هون وبيراعي هون وفي حسابات هون، وبمؤخرا شفناه انه لا، اللقاء التفاوض المباشر تم وبسرعة كتير كبيرة من خلال أول اتصال صار بس لقطع الطريق على مسار إسلام أباد. شفناه أنه هو مقتنع بفصل المسارات، شفناه أنه هو مقتنع بيروح أنه يلتقي نتنياهو. لو ما صار في تدخل عربي وانتفاضة شبه انتفاضة داخلية، أنا برأيي كان الزلمة رايح يشوف نتنياهو. هو يمكن مقتنع باللي عم يعمله. هل عنده قدرة اليوم يفاوض الرئيس الأمريكي من الند للند؟ نحن شفنا رؤساء كبار في العالم قعدوا على الكرسي بوجه ترامب بهدلهم. يعني ما هو معروف اساسا انه هو لا يمارس السياسه بالطريقه اللي نحن بنعرفها، ولا عنده بروتوكول ولا عنده دبلوماسيه بما يقول. فانا بخشى على الرئيس ترامب من لقائه بكره ب3 بخشى على الرئيس جوزيف عون بلقائه مع ترامب. قادر يفاوضه؟ لا. نحن بنسمع بلقاء امبارح مع روبيو انه الحديث ما كان عن الانسحاب الاسرائيلي، الحديث كان عن نزع سلاح الحزب. هل الاولويه اليوم لدى اللبنانيين او السلطه اللبنانيه هي نزع السلاح او الانسحاب؟ لا، يعني بيرتبطوا انه اليوم نزع السلاح مرتبط بالانسحاب، يعني بيجي بيقول لك الاسرائيلي انا نزع لي سلاح حزب الله وانا بنسحب. ما هيدا هو هون اصل المشكله، انه انت لما تساوي بين احتلال ومقاومه، ولما تساوي بين سلاح لمواجهة الاحتلال وبين احتلال، انت بتقول يا فخامة الرئيس انه قدرت تحصل للبنان بند بيقول انه اسرائيل ما عندها اطماع بالاراضي اللبنانية. خبر اللي كانوا عم يتسبحوا بنهر الحاصبانة، وخبر جمعيات الاستيطان اللي عم بتزور جنوب لبنان من اجل الاستيطان، وخبر سموتريتش اللي بيحكي بشكل واضح عن رغبته انه جنوب لبنان هو لاسرائيل، وخبر بن غوريوم بقبره انه بدهم لبنان، وبترجع بتيجي بتقنعنا انه نحن فعلا اسرائيل ما عندها اطماع بلبنان. هذا المسار اللي ماشي فيه رئيس جمهورية حتى اللحظة ما قدر يقدم اي امر ايجابي للبنان، واليوم اللي بيقدم فيه امر ايجابي للبنان راح نقول له برافو يعطيك العافية، جبت 1 2 3، هيدا شيء منيح للبنان. هيدا اللي نحن عم نقول له اياه. نحن ما بدنا نحارب رئيس الجمهورية، نحن بدنا نساعده، نحن كان بدنا نتساعد، نحن كان بدنا نتحاور ونتفاهم كيف بدنا نفاوض. نحن مختلفين نحن وياك على شكل التفاوض، ولكن ما قلنا لك نحن ما بدنا تفاوض، ما قلنا لك ضد المفاوضات. نحن قلنا لك تعال نتفق على شو بدنا نفاوض وليش. والإسرائيلي نحن عندنا تجربة طويلة عريضة معه، لدرجة انه اليوم صار في اعلاميين عرب بيطلعوا ينصحوا رئيس جمهوريتنا انه ما تكون مثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. طب ما في عندك تجارب شوفها، واذا ما بدك ترجع بالزمن وما بدك تشوف اليوم بالضفة الغربية اللي هي السلطة فيها عاملة اتفاقات مع إسرائيل وفي تعاون أمني مع إسرائيل، وما عم تشوف شو عم بيصير فيها الضفة الغربية من استيطان وقتل وتهجير وإبادة. طب شوف سوريا اللي أنت بتقول إنه اليوم العلاقة معها مميزة، شوف سوريا كيف شو صار. اليوم الإدارة السورية جديدة بأمر من الأمريكي راحت للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل وعلى أرفع المستويات. طب اليوم اللي سمع الوزير، حتى اليوم بالعراق كمان عم نشوف شوي حتى هيك بالعراق هو مشروع لبنان سوريا العراق بالنسبة للأمريكيين هو ملف واحد يرتبط بالنفوذ الأمريكي بهذه المنطقة للقضاء على النفوذ الإيراني والسيطرة على خيراتها. يعني كل ما كان في أزرع إيران، أو يمكن مثل ما كان يسموه أنه الهلال الشيعي لكسر الهلال الشيعي. هو ما في أذرع إيران، هو في معارضين للمشروع الأمريكي،
فهن باعتقادهم، وهي هي السرديه اللي بيحطوها بالاعلام، انه وين في معارض للمشروع الامريكي والسيطره الامريكيه على المنطقه هو صار ذراع لايران. ولكن انا بذكر انه هؤلاء المعارضين للمشروع الامريكي انوجدوا قبل ما تنوجد ايران المعارضه للمشروع الامريكي. لما كانت ايران شرط الخليج والعلاقات ممتازه مع اسرائيل واللي بدها اياه امريكا بيصير على ايام الشاه، ما كان في مشكله مع ايران. فاذا هي المشكله بالقرار، هي المشكله بالرفض، هي المشكله بمن يقول لا للمشروع الامريكي الاسرائيلي. بسموهم اذرع، بسموهم ميليشيات، بيعطوهم الاسماء اللي بدهم اياها بالاعلام، ولكن حقيقتها هي وحده. هؤلاء اولاد هذه المنطقه وابنائها يدافعون عنا بوجه من يريد السيطرة عليها وعلى مقدراتها وعلى خيراتها وعلى غازة وعلى خطوط التجارة فيها، وعلى من يريد أن يخوض حرب ضد الصين في منطقة الشرق الأوسط. هذا هو الواقع. بما أنك تحدثت أو استعملت مصطلح البيت الداخلي، هناك أيضا يعني حديث لمقربين من مصادر يعني هيك ضمن أجواء الزيارة أنه المصطلح مثل ما هو بدي أعطيك لتنظيف البيت الداخلي اللبناني، أنه حتى سيتم الطرح مع الرئيس ترامب حتى ملفات الداخلية جدا بلبنان، هي مثلا مثل ملف عبرة، ملف الاغتيالات التهمين فيها حزب الله. هل قد وصل أنه صار فيها هالقد يعني تدخل لهالدرجة ممكن يطرحوا هالملفات؟ نحن اليوم بهذا البلد تحت الوصاية الأمريكية الكاملة، ما يكون حدا عنده شك. لما بتجي أمريكا تفرض عقوبات على ضباط في الجيش اللبناني وما بنشوف انتفاضة من هذه السلطة، فنحن بنعرف حالنا صرنا عايشين بالعصر الأمريكي الكامل، ويراد استكمال هذه السيطرة لتوصل لحد نزع سلاح المقاومة، وبالتالي نزع القدرة على الرفض، ليصير البلد كله تحت سلطتها بالكامل من دون ما حدا يعارض. هذا هو المشروع الأمريكي. إيه، تكلمت كذا مرة حضرتك أستاذ محمد عن حتى عن تهجير طائفي كامل، إنه كمان مرتبطة هيدا بهذا الموضوع. اللي عنده حلم الاستيطان بالجنوب فهو من الطبيعي أن هذا الاستيطان سيحل محل السكان الأصليين. السكان الأصليين ما بده يروحوا، السكان الأصليين وين بدهم يروحوا؟ الفلسطينيين انتشروا بأصقاع الدنيا، السوريين انتشروا بأصقاع الدنيا، ويراد للبنانيين من أبناء تلك المنطقة أن ينتشروا في أصقاع الدنيا، ولأنه عددهم محدود ممكن نستوعبهم بالبقاع، وممكن إذا هن حابين يروحوا على العراق. هذا هو المشروع الإسرائيلي. المشروع الإسرائيلي خلق كانتونات طائفية بالمنطقة، الشيعة مش موجودين فيها بجنوب لبنان وجبل عامل. الشيعة لأنه عندهم مشروع لا، الشيعة لأنهم من يومهم ما يقدروا يتقبلوا ويتعايشوا مع محتل من أيام المماليك لليوم. منه محصور بالإسرائيلي. يوم كان في امتداد فرنسي كان في مقاومة، يوم كان في احتلال عثماني كان في مقاومة. طيب ليش الشيعة تحديدا؟ يعني نحن على طول بنعتبر انه الشيعي هو حامل هيدا اللواء، انه ليه تحديدا ما بده محتل؟ هل السني بده محتل؟ هل المسيحي بده محتل؟ لا ابدا، السني مش موضوع بده محتل، بس انا عم اقول لك هذه الطائفة، هذا المذهب عقيدته يعني عقيدته واصل عقيدته هو الوقوف بوجه الظالم وعدم الرضوخ، وشعار هيهات منا الذلة، وشعار يعني الايديولوجية لا أعطيك بيدي إعطاء الدليل. هيدا الإمام الحسين اللي هو مدرسة هذا المذهب وتوجهاته مرسومة بحسب مسار كربلاء، خليهم يكونوا بهذا الفكر وهذا التوجه، ووعدهم بعقيدتهم ولقاء الإمام المهدي والإمام المهدي اللي بده يجي لتحرير العالم من الظلم. طب كمان فهن واجبهم عم يعملوه. كمان اليهود أو إذا الفكر الصهيوني ككل بعيدا عن فكرة الدين، يعني اليهود أيضا عنده كمان أيديولوجية دينية وكمان ناطر، يعني كله ناطر. بنيامين نتنياهو بيقول إنه نحن عم نخوض هلأ الحرب ضد المحور الشيعي وجاي دور الحرب ضد المحور السني. صح، إسرائيل بهالمنطقة عم تخوض حرب دينية، وقال المقبور لينسي جراهام إنه نحن بحرب دينية بالشرق الأوسط، ونحن بنعرف الشرق الأوسط هي مهد الأديان، والشرق الأوسط واللي ما بيعرف خليه يعرف إنه الأمريكي مدرك لمجيء الإمام المهدي، وبيعرف وين بيظهر، وبيعرف المسار اللي بده يقطعه، وعم بيحارب هذا المسار من قبل ما يصير. نحن بحرب دينية. اليهود عندهم معتقد اللي هو اليوم متمثل باليهود السياسي، خلينا نقول، لأنه اليهود مش كلهم نفس الفكر الصهيوني، وهذه الصهيونية هي اللي عم تمثل اليوم الوجهة اليهودية. عندها حلم إسرائيل الكبرى، وعندها حلم الميعاد، أرض الميعاد، وعندها حلم حرب السنوات السبع اللي بنهايتها بيكون الفرج، اللي هي بلشت هلأ ومفترض تخلص بعد 7 سنين. العتب
العتب بصراحة على السني السياسي اللي غرقنا نحن وياه بحرب طائفية ومذهبية بالمنطقة، وصارت تروح تولد منه جماعات متطرفة، علما أنه أصل هذه الأمة المقاومة كان بالطائفة السنية. وبنتذكر جمال عبد الناصر، يمكن من دون ما نفوت بكتير تفاصيل، عمر المختار من دون ما نفوت بكتير تفاصيل، إنما اللي صار أنه هذا المجتمع المقاوم في هذه الطائفة الكريمة تبدل. ليه تبدل؟ لأنه جعل الأمريكي هذه الشعوب فقيرة في دولها، لا تفكر في كيفية أن تقاوم مشروع خارجي، إنما تفكر في كيفية تأمين لقمة عيشها. اليوم برغم سنوات على اتفاقية كامب ديفيد بين المصري والإسرائيلي، أنا بتحدى يطلع 10% من الشعب المصري مؤيد لإسرائيل، أغلبية الشعب المصري ضد إسرائيل، ولكن قدرت أمريكا تسيطر على هذه الدول من خلال يا إما حكامها يا إما من خلال التبعية المالية. حتى امبارح هيك شوي بدنا نفوت شوي بكأس العالم، حتى المزاج الشعوب، مجرد ما شفنا انه نتنياهو كتير عم بيحكي انه انا داعم الارجنتين، عم بتلاقي حتى غير الشعوب العربيه كان عم تشجع اسبانيا، انه اسبانيا بفكره الخط او ما تمثله اليوم. من كم يوم انتشر على الواتساب 200 اسم، لائحه ب 200 اسم صنفت انه هن عملاء فيهم اسماء عندها نضال سياسي وتاريخي. طبعا حزب الله اول الاسهم الاتهام كانت موجهه لحزب الله، طلع حزب الله ببيان ونفى انه هو يكون له اي علاقه. اولا مين عمل هذا الشيء برايك وليه اليوم؟ وهل يعني مسارعه حزب الله بالنفي بعض اعتبر انه هو يعني لتنظيف كفه مسبقا من اي حدث ممكن يصير؟ هلا انا ما عندي معلومه مين وراء هذه اللائحه، ولكن على مستوى التحليل حقول لك في احتمالين. الاحتمال الاول انه حدا من بيئه المقاومه اراد ان يعبر عن هذا الموقف بخون 200 شخص وعمل لائحه، هذا احتمال. الاحتمال الثاني واللي هو بالنسبه لي اقرب الى المنطق، انه هن نفسهم اللي موجودين باللائحه حدا منهم من خصوم هذه المقاومه هو عمل اللائحه، والدليل كيف حملوها وصاروا يرفعوها كلائحة شرف وعملوا حولها ضجة وصاروا يحكوا بالإعلام وأنتوا جماعة التخوين والعملاء من عندكم، وعملوا موضوع طويل عريض لإظهار أنه هن بمكان رؤوس حربة بمواجهة فكرة السلاح أو مع بناء الدولة. فبحسب كيفية التعامل معها أنا بعتبر اللي موجود اسمه فيها يمكن يكون هو اللي عملها بالبيان تحديدا. ونحن خليني أقول لك أنا مع محاكمة كل خائن، ولكن الخيانة لا تكون فقط بالرأي أو لا تكون بالرأي. اللي عنده رأي مختلف، وخاصة إذا بيحمل منطق أو بيحمل حرص أو بيحمل وطنية حتى لو مختلف، هذا مفترض يكون موجود ومحمي ومسموع. بس هذا الرأي المختلف ومحترم. أستاذ محمد هيك كمان لنكون كتير واقعيين، الماكينة الإعلامية أو إذا فينا نسميه المحللين أو الإعلاميين يلي بيحكوا مش شرط يكونوا يعني طالبة منه المقاومة شو يحكوا، إنه بيحكوا باسم المقاومة، بيطلعوا دايما في تخوين، دايما انت عملاء الداخل، دايما هذا المصطلح. وبنرجع مضطرين نحكي انه من كم يوم نفس الوقت اللي طلع فيها لائحة 200 اسم كشف عميل من آل خليفة، وهو يعني بمطرح كتير حساس، وما بعرف كمان يعني الملفات اللي كانت بايده شو هي. خليني اوضح لك من الاخر للاول. العميل اللي انكمش من بيت خليفة واللي حكى عنه الاعلام احاديث وحكايا وقلنا يعني يمكن هو اللي كنا عم نفتش عليه كل المرحله الماضيه، هو سبب الخرق الامني الكتير كبير اللي تعرضت له المقاومه، طلع كله حكي فاضي. هذا الزلمه لا علاقه له بالحزب، لا مسؤول ولا عنده ملفات، ولا صحيح انه هو اثر باغتيال قاده. هو كان مطلوب منه بسبب قرابه مع الشهيد عقيل، قرابه مع زوجته، قالوا له حاول تقرب من هذه العائلة لتوصل لمعلومات وما قدر. ومجرد وجود قرابة كمان من جهة الأب له بالمقاومة قالوا له أعطينا معلومات عنهم، أعطاهم، ولكن هن منن على مستوى القيادة اللي انحكى فيها، وتصوير منشآت من ضمن مستشفى الرسول. هذا هو كانت مهمته لهذا العميل. مش صحيح أنه هو كان بمستوى حساس، وأصل المعلومة اللي وصلت على عمالته كانت من العراق وليس من لبنان. واللي أول من حكى بمعلومة عن موضوع عمالته ما كان بيعرف أنه هو عميل لإسرائيل،
وبالتالي هو مش كان هدفه انه يكمش عميل لاسرائيل، ولكن كان عندهم شك محل ما كان هو موجود بالعراق انه هل هو يعمل مع حزب الله ولا هو يعمل ضد حزب الله، وبالحالتين اجت التفسيد عليه للاجهزه الامنيه. فهذا على المستوى الاول. اثنين، لما نحكي بالعملاء اللي ممكن تجندهم اسرائيل، من المنطقي جدا ان لا يكون هذا العميل بعيد عن بيئه المقاومه، والا شو بدها فيه؟ شو بدها بمعلومته؟ ولا شو بده يكون بيعرف؟ ومين بيعرف؟ ووين بيعرف؟ هو اجباري يكون من داخل هذه البيئه ليفيد اسرائيل. لذلك بتشوفي انه اغلب العملاء هن من بيئه المقاومه او بمحيطها او من الشيعه حتى. هذا مش معناته انه والله انتم دود الخل منه، هو اصل العميل ان يكون مطلع على شيء معين ليقدر يفيد فيه مشغله. ثلاثة، لما كان الاسرائيلي بحاجه لعملاء بمناصب حساسه في الدوله اللبنانيه ما كان يسال عن طائفته. وبنتذكر نحن بشبكات الخليوي لما انكمش احد الموظفين الكبار بالجيش اللبناني، لما انكمش ضابط كبير ما كان شيعي وهو اسرائيلي، ما كان بهمه شو طائفته لهذا العميل، كان بهمه منصب العميل. لذلك هذا الموضوع طلعوا منه انه هو باي طائفه ومن اي مذهب. أربعة، فكره التخوين او فكره طيب انا بدي اجي اسالك سؤال بالعكس، ليش ممنوع على هذه البيئه ان تعبر بنفس طريقه تعبير البيئه الاخرى؟ طيب ما هاد البيئه اللي هي ضد المقاومه بتتهم الشهداء بالعملاء لايران، وبتنزع عن اهم طائفه مكون بهذا البلد صفتها اللبنانيه، لانه هي ما بيناسبها انه اللبناني يكون مقاوم. رئيس جاجا قال انتم لبنانيين، علقت حضرتك على تويتر بس نوتي يعني. ايه انه يعني كتر خيره انه هو اعترف نحن لبنانيين، بس مش شاطرين. ايه مش شاطرين، لانه احنا عم نرد على ايران وعم نحارب اسرائيل. ثلاثة، هيدي البيئة بتحكي بالسلام مع اسرائيل، اسرائيل اللي فيه بدمها صار مئات آلاف من اللبنانيين والعرب بدهم يحكوا بالسلام وبيحكوا يعني. طب ما هذا الخطاب اشد بكثير لما انت تتوجه لاهل شهيد وتقولي له انه هذا انت ابنك راح كرمال ايران مش كرمال لبنان، وابنك ايراني وابنك مش شهيد وانا مع اسرائيل وانا بدي اسرائيل. اصعب بكثير من انه تيجي تقولي لواحد اهدافه متطابقه مع الاسرائيلي، هو بده هو ما بده انا ما بيعنيني، انا عم شوف خطابك وادائك السياسي عم لاقيه متطابق مع الاداء الاسرائيلي، مشروعك في الداخل اللبناني بموضوع سلاح، بموضوع التفاوض، بموضوع متطابق مع الرؤيه الاسرائيليه، وبتجي بتزعل لما اقول لك انت والله عم هذا خطاب اسرائيلي. ليه بدك تزعل؟ اول شيء نحن بيئتنا اذا كانت عم بترد فهي عم بترد على خطاب صدامه، حقود، حتى في طائفه، مصطلحات يعني وسخ. تكون مش بس تيجي تقولي لي في حدا بيفهم عم يطلع يعطي رأي معارض لبعض التفاصيل او معارض لكثير من التفاصيل اللي مؤمن فيها هذه البيئة، بقول لك انا هذا الشخص لازم يحترم ويقدر ويسمع، لانه ما في حدا معصوم عن الخطأ. طيب هلا اذا بيطلع حدا من هذه البيئة رايح بيته وولاده ورزقه وكل شيء وطلع قال خي انا تعبت من الحرب، بنشوف نحن انه كثير في هجمة عليه من الكل، انه طبعا هذه المصطلحات انه بيتي فدا فلان وابني فدا فلان، وهذا موضوع تاني ونحترمه طبعا كل انسان بقراراته أكيد. يعني. انما اليوم اذا طلع شخص موجوع من هذه البيئه وعم بقول انا ما بقى قادر كفي، ما بقى قادر اتحمل حروب جديده، ما بقى تفوتونا بحروب جديده، ليه بيتخون؟ ما لازم يتخون، بس عم يتخون، بيتخون من ناس مفكرة انه كل الناس مفترض تكون بنفس العقل ونفس التفكير ونفس الإيمان ونفس العقيدة ونفس التوجه، وهذا الشيء مش صحيح. اليوم اللي رايح بيته أو اللي خسر أفراد من عائلته، مين أنا ومين أنت لنجي نحن نقيمه ونشوف إذا هو بيستاهل يطلع يصرخ ولا ما بيستاهل يطلع يصرخ؟ اللي إيده بالنار مش مثل إيده بالمي، اللي عم يخسر هو حر، هو بينه وبين حاله، بينه وبين عائلته، بينه وبين ربه، كيف بيتقبل كيف ما بيتقبل. ولكن أنا بدي أسأل السؤال اللي كتير كبير للي بيطلع بيقول إنه نحن تعبنا من الحرب، ما نحن تعبنا من الحرب. ليش؟ مين هو اللي ما بيتعب من الحرب؟ أو مين هو اللي بيحب الحرب؟ بس لما بدك تقول تعبت من الحرب اللي شو البديل؟ أنا بطلب اليوم من أي واحد بيقول تعبنا من الحرب بيقول شو البديل. هل نحن كلبنانيين كجنوبيين كشيعة في لبنان نحن جبنا الحرب؟ هلا بدك تيجي تقولي لي إسناد وقصة صواريخ؟ ارجعوا لأصل الوجود الإسرائيلي.
نحن جبناه؟ لا. كان إلنا خصة فيه؟ لا. طيب لما اجى الوجود الإسرائيلي على فلسطين المحتلة، اجى على لبنان فات؟ نعم. ارتكب مجازر؟ نعم. عبر عن أطماعه؟ نعم. أعطيني حل بيضمن إنك تبقى بأرضك، تبقى لك أرضك، تكون محترم وسيد وحر ومستقل بهذا البلد، وأنا كنت مستعد أمشي معك فيه. بس اللي جاب الإسرائيلي على المنطقة هو من أراد لنا هذه الحرب أن تستمر. اللي جاب الأمريكي اليوم ليسيطر على كل مقدراتنا بالمنطقة هو اللي بده الحرب تستمر. لما تكون عم بسألك أعطيني بديل، أعطيني بديل عدا الاستسلام، والاستسلام لن يعني العيش بكرامة، ولن يعني العيش بأرضك. ما حدا بالمنطقة كلها أو بالعالم بكل التجارب التاريخية استسلم وحصل حق. منظمة التحرير لما استسلمت ببيروت، أو لما وافقت على اتفاق خروجها من بيروت، لحقوها على أفريقيا للاغتيالات، وهي فلسطين بعدها محتلة. كلنا تعبنا من الحرب، أعطوني بديل. نحن هذا بنقوله للدولة، إنه أنت يا دولة بدك تاخذي سلاح، خذي سلاح، أعطيني البديل. ما في بديل. هاي الدولة مش هلا عندنا نحن بعد يومين أزمة كهرباء طويلة عريضة، راح الفيول. دولة مش قادرة تدير قطاع كهرباء. ايه بس كمان استاذ محمد بيقولوا المسؤولين عن موضوع الطاقة انه المشكلة ايضا بترجع انه العقوبات اللي فرضت على لبنان، حتى موضوع الدولار، هيدي الاجراءات كلها نتيجة وجود سلاح حزب الله. مش انا قلت، هن اللي قالوا. ايه هن هلا صار كل مشاكل البلد بحطوها بسلاح، بينما بالمقابل هذا البلد بتركيبته الطائفية هو أصل البلاء والفساد. المصارف اللي سرقت العالم بال 2019 ما كان بسبب سلاح الحزب، وما حدا حكى عنها. هلا نحن عايشين ولا كأنه نحن مسروقين جريمة عصر وأكبر سرقة بالتاريخ. نحن هلا صار همنا سلاح. جبنا شكلنا حكومة، ما حدا بيطلع بيسأل الحكومة أنت شو عملتي بهذا الملف أو بهذا الملف الاجتماعي. هاي الحكومة مش شايفة إلا سلاح، هذا البلد ما شايف إلا سلاح. هاي السردية هي بتخدم نظرتهم، ولكن هي ما بتعكس الواقع. اليوم الواقع بيقول إنه نحن عايشين مرحلة تضخم غير مسبوق في البلد. نحن عايشين بكهرباء مش موجودة. نحن بعز أزمة النفط العالمية فرضت علينا حكومتنا 300,000 ليرة زيادة على كل صفيحة بنزين، ضريبة ألا يزيدوا معاشات الموظفين. هلأ كل زيادة معاشات الموظفين لعلمك اللي صار لها من آثار مستحقة، وكانت الناس ناطرتها كتيجي باكج كامل تقدر تصد فيه قسط أو تدفع فيه دفعة، رح يقسطوا لها إياه بال100 وال150 دولار بالشهر، بينصرفوا بالدكانة لأنه الأسعار الموجودة بالدكاكين صارت خرافية. ما حدا بيسأل. قال صار سلاح هو المشكلة. اللي كانوا يسرقوا الفيول وكانوا يسرقوا الكهرباء وكانوا يسرقوا بكل إدارات ومؤسسات الدولة هن محميين بالطوائف تبعهم، مش محميين بالسلاح. اليوم تطلع كنت على النافعة أو على العقارية أو على أي مؤسسة للدولة، بتلاقي من الحاجب إلى أعلى موظف كلياتهم مافيا وحدة من كل الطوائف وكل الأحزاب وكل المذاهب وكل المناطق. ما في لا سلاح حامين ولا شيء. هذا الفساد أصله بالطائفية اللي هي نقبة اللي حكي عنها سيد موسى الصدر، وبعدنا عايشين بتداعياتها لليوم. كل ما عدا ذلك هو رمي للمسؤوليات، تهرب من المسؤوليات، واللي وعدنا ب6 أشهر يجيب كهرباء بده يلاقي بالآخر حجة يكبها للبنانيين، لأنه هو بين أنه أفشل من اللي كانوا قبله فاشلين بموضوع الكهرباء. بيقول لك إيه، ما هذا السلاح هو اللي ما بيخليني نجيب كهرباء وما بيخليني نجيب فيول. يوم الإيراني اقترح نجيب فيول على البلد، إجا صديقنا الأمريكي قالنا اوعوا ما تفكروا تجيبوا فيول، أنا بعطيكم كهرباء وغاز من مصر والأردن. صديقة لبنان منعتنا نجيب فيول من إيران وراحت لتجيب لنا غاز وكهرباء من الأردن. بعدنا لليوم ناطرين الكهرباء والغاز من الأردن. ما حدا بيطلع بيحكي. لما اجت إيران اقترحت تعمل معامل، وأنا يعني ما تفكريني كتير متشردق بالتجربة الإيرانية على مستوى لبنان، فيها أخطاء كتير ولكن في اشياء وقائع. لما اجت إيران قالت لنا أنا مستعدة أعمل لكم معامل كهرباء على الهواء وعلى الغاز، قالوا لا ممنوع عليك عقوبات. البديل كان الطاقة الشمسية والتقنين والموترات، المافيات بالداخل. فتقولي لي سلاح؟ مش أنا قلت إني لا أنت نقلا عن أوكي. الفزاعة السورية، ترامب أكثر من 20 مرة بدي يسلم الملف حزب الله للشرع. عم نشوف نحن رئيس أحمد الشرع عم بيقول إنه أنا لا،
ما بدي فوت بهذا الموضوع. امبارح قال انه دمشق تتميز بالسيوف الدمشقيه ولين الحرير، هيدي الجمال الدبلوماسيه بالمصطلحات. انما من وقت ما بلش ترامب يحكي عن موضوع انه بده يسلم ملف حزب الله لاحمد الشرع، كنا عم نشوف انه شحنات اسلحه بقول انه هي لحزب الله، فيها الطائرات الالياف الضوئيه اللي بيستعملها حزب الله، فيها يعني كل الاسلحه اللي نحن بنعرفها يعني كمتابعين انه بيستعملها حزب الله. هل اليوم يعني الشارع عم بيحاول هيك يبيض صورته، حسن سلوك تبعوله قدام المجتمع الدولي وامريكا، انه انا ما بدي قتال بس انا بجفف منابع الاسلحه؟ بالضبط هيك. موضوع السلاح، النظام الجديد بسوريا من أول ما إجا قال أنا ملتزم بإخراج إيران من سوريا، إخراج الحزب من سوريا، وقطع طرق الإمداد بين إيران والحزب بلبنان. بس ما بدي حاربهم. هيدي عم نحكي بالبداية. رجعنا بعد مرحلة صارت تزيد الضغوط، هلأ مؤخرا تزيد الضغوط على الإدارة السورية الجديدة إنه بدك تشتغلي بلبنان عمل عسكري. الرفض الأول والدعم الأول للرفض السوري إجا من الجانب التركي، وبالتالي تركيا اللي هي راعية، السعودي أيضا، التركي بشكل أساسي، السعودي بنحكي عنه إذا بدك بعد شوي. التركي كان الراعي الرسمي للعلاقة الأمنية بين الحزب والنظام السوري الجديد. هو كان عم بيقول التركي إنه هذه سوريا اليوم ما بتحمل صدام عسكري مع لبنان، نتيجة هذا الصدام ستكون خسارة لبنان وسوريا معا وانتصار إسرائيل. فمن بعد الضغط تم الإعلان عن ضبط هذه الشحنة بتأكيد سوري أنه نحن ملتزمين بتعهداتنا تجاه أمريكا والمجتمع الدولي بضبط طرق التهريب بسوريا. واحد، توقيتها كان مرتبط بهذا الضغط الأمريكي اللي عم ينعمل، رغم أنه هي أعلن عنها بعد أسبوع من ضبطها. هي ضبطت بالأسبوع الأول من تموز، أعلن عنها بالأسبوع الثاني. إنما ضبط شحنة التهريب لا يعني الانتقال حكما للمواجهة العسكرية. هو قد يعني أنه سوريا ستتجه نحو تشديد الحضور الأمني والعسكري على الحدود مع العراق وعلى الحدود مع لبنان، ومن تداعياتها كان تشكيل لجنة عراقية سورية بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي تتابع هذا الملف، لأنه كمان رئيس الوزراء العراقي عنده التزامات مقدمة قدام الأمريكان تتعلق بهذا الموضوع. فأنا بعتقد هلأ سقفها هون، يعني هي لا تعني الانتقال حكما الى مرحله مواجهه عسكريه، انما تجفيف، يعني تجفيف منابع. لا هلا اذا خليني اقول اذا كل 4-5 شحنات انضبطت شحنه يعتبر شيء منيح. اوكي، اذا الامور صارت هيك عم نشوفها بالاخر. خليني اقول طرق الامداد تاثرت بعد سقوط النظام الماضي حتما. مع النظام الماضي كان الطريق ميسر ولو كانت الكلفة المادية عالية. بالوضع الحالي الطريق مش ميسر، ولكن بمحل معين الكلفة صارت أقل، يعني إذا كان وتعدد اللاعبين عم بيتيح فرص أيضا استثمارية أكثر للي بده ينقل سلاح. فأصلا كمان أكثر أقول لك شغلة زيادة، توقيت الإعلان عن هذه الشحنة أيضا مرتبط بالاتهامات التي كانت تكال تركيا والنظام السوري الجديد بتسهيل مرور السلاح للحزب. يعني انقال انه يبدو تركيا اللي عم تمرق سلاح للحزب ومسيرات، فكان كمان هذا له علاقه بهذا التوقيت. خليني ما نغوص كتير بهذا الملف. طرق الامداد اللي ما كانت تنقطع عن غزه الصغيره المحاصره، واللي كان الاسرائيلي وراها والبحر قدامها ومعبر رفح في عليه يمكن تواجد او رقابه امنيه اسرائيليه مطلقه، ما قدر يسكر كل طرق الإمداد. هل ستقفل أمام لبنان؟ تزداد صعوبة ولكن لا يمكن أن تقفل. قبل ما الوقت أخذنا معك أستاذ محمد، يأخذ عليك حتى بالداخل البيئة، يعني أو هيك الأصدقاء بالداخل البيئة خاصة الإعلامية، أنه دائما تشيد بالسعودية، دور السعودية. ذكرت حضرتك أنه قادرة السعودية على احتواء المشهد وتبريد الرؤوس الحامية. شو دور السعودية فعليا اليوم؟ لما بدنا نقارب أي مسألة بالعلاقات مع الدول العربية والدول بالمنطقة، يجب أن نقاربها من باب المصلحة اللبنانية مش من باب العاطفة. أنا اليوم بدي حاول استفيد من أي تقاطع مصالح موجود بيني وبين أي دولة في المحيط ما عدا إسرائيل طبعا، لجيرة لصالح لبنان. شو بدك بعاطفتي؟
وما حدا يفكر انه والله نحن معتبرين، او انا شخصيا بعتبر انه السعوديه هي بمكان صارت حليف للمقاومه اطلاقا. السعوديه حتى اللحظه اذا بترجع لها تتمنى لو ان ايران سقطت بالحرب، واذا بترجع هي لها اليوم هي لا تزال مصره على نزع سلاح المقاومه في لبنان. ولكن في مشهد اقليمي جديد تعرض فيه النفوذ السعودي لخطر، فصرت عم لاقي بعض المساحات اللي ممكن التقي فيها مع السعودي لحقق مصلحة تعنيني في كلبنان، لازم روح اعملها، ما بخلي العاطفة تتحكم فيه، بروح بعملها. هي المدرسة السياسية اللي انا انطلقت منها. اليوم السعودي بالمنطقة كلها لبنان هو البلد الوحيد اللي عنده فيه نفوذ قوي لهلا، وعم بيحاول يحافظ على هذا النفوذ. خليني استفيد انا من هذا الموضوع، ما بدي حاربه. اكثر من هيك، راح الرئيس بري عمل اتفاق، مش اتفاق، عمل اذا بدك تفاهم مع السعودي على موضوع الحكومه. قالوا لا، كيف هالحكومه بدها تضل ولازم يكون في انتفاضه شعبيه. حبيبي مين قال لك نحن بهيدي الظروف الانتفاضه الشعبيه بتحقق نتيجه، او بتحقق للنتيجه اللي انا عم فكر اني بسعى لها؟ بتبين انه نحن لو بعد اتفاق الاطار نزلنا انتفضنا بالشارع ضد الحكومه، كان رح ينتقل الخلاف من وطني الى شيعي سني. مين كان استفاد؟ ما نحن جربنا اعتصام سنة ونص بالشارع ما قدرنا نسقط حكومه. هلا بدي سقط حكومه بالوقت اللي امريكا والسعوديه مساكين فيها، وايران عم تتعرض لحرب، والمنطقه عم تنرسم من جديد، وسوريا صارت بغير ضفه، وبعدنا نحن يعني عايشين حرب. فبدها الامور رواق، بدنا نقارب هذه المسائل مش من باب العاطفه، من باب المصلحه. اليوم السعودي المشروع لتقسيم الدول العربيه موجه ضده، اجى دافع عن سوريا لتبقى موحده بغض النظر عن رايك فيه. حتى اليوم التقيت انا وياه هلا مش لمصلحته فعليا هلا بالوقت الحالي. صحيح، لو كان الامور السنة الماضي كان ممكن، لو كانت الامور ببساطه، وانه والله نظام بيروح نظام بيجي والامور بتضل هاديه، يمكن كان بيقول لك انه انا مش خسران. بس اليوم السعودي حتى خساره ايران قد تعود وترتد عليه سلبا. طيب اليوم السعودي صار عم بيشوف انه في شيء مشكله بالمشروع الاسرائيلي ضده، خليني استفيد انا منها هالجزئيه. في اتفاق مع باكستان وفي اتفاق مع تركيا على تشكيل محور سني جديد، بيجي انا كشيعي ضد المشروع الامريكي والاسرائيلي بحاربه؟ بالعكس، انا بدي اياه يجي يحمل هذا الهم او يشاركني بحمل هذا الهم. هيك بدها تكون المقاربات. استاذ محمد، الوقت اخذنا كثير، بس بدي هيك كلمه على كل سؤال. اليوم برايك هل كسرت هيبه السلاح؟ فقد السلاح معادلات الردع التي كانت قائمة، ولا يزال يبحث عن تثبيت معادلات جديدة. بعتقد حتكون كتير صعبة أن تبنى في هذا التوقيت بالذات، ولكن السلاح طالما هو مصدر قلق لإسرائيل ينبغي المحافظة عليه. هل اليوم السلاح قادر على منع الإسرائيلي في المناطق التجريبية؟ المناطق التجريبية اللي عم بيسعى الإسرائيلي أنه يعملها حاليا هي مناطق لا يتواجد فيها احتلال. طالما العمل بالمناطق التجريبية إذا صار وأعطي رئيس جمهورية ما يحمل إلى لبنان من إعادة تموضع مش انسحاب إسرائيلي من بعض النقاط الأساسية على النهر، طالما العمل في المناطق التجريبية جنوب الليطانة، لا أعتقد أن المقاومة ستكون حجر عثرة إذا كان بيجيب انسحاب. خليني أقول هيك. أما العمل شمال الليطانة فله حسابات مختلفة. إذا طلب من الجيش اللبناني تفتيش بيوت الجنوبيين وحتى البيوت في الضاحية أو بعض المقرات أو مداهمات، هل سينقسم الجيش؟ يعني لو أنت تبعت شاب أو ضابط شيعي، مضطرين نحكي بالطائفية، على يمكن بيت أهله أيضا، الأمور قد تؤدي إلى صدامات بين الأهالي والجيش، ومن غير المعروف أي مدى ممكن تروح في له هذه الصدامات. ولكن خليني أقول أنا حدا يؤمن بالجيش اللبناني كحاجة وطنية، على أن لا يحيد عن الدرب الذي يجب أن يكون عليه، حتى ما حدا يفكر أنه والله شو ما صار. نحن عم نقول الجيش الوطني يجب أن يبقى وطنيا، ولكي تبقى وطنيا يجب أن تكون إلى جانب شعبك، مش إلى تحت وصاية أو تحت سلطة أو تحت إشراف
أمريكا أو إسرائيل. بسؤال أخير، المنطقة ذاهبة إلى تسوية أم إلى حرب شاملة يعني إقليمية بكل شيء عم نشوفه؟ هذا السؤال إذا أنا بعرف جوابه ما كنت قاعد معك هون توقع. وما كنا عملنا برامج. توقع. الواضح أن الأهداف التي رسمت أمريكيا للحرب على إيران لم يتحقق منها شيء بعد، وبالتالي من المرجح أن نذهب إلى أو نستمر في هذه الجولات إلى حين حدوث حدث كبير يقدر يغير المشهد. المشهد الحالي أنه نحن ضربة نووية لربما، ما بعرف شو ممكن يكون شو المشهد، بيغير أكثر من هيك. ولكن أنا اللي عم أقوله أنه هذا الاستاتيكو اللي عايشينه اليوم بين اللا استقرار والحرب سيبقى مستمرا. هذا الأسبوع حيكون في ممكن يكون في تصعيد. الإسرائيلي منه قاعد. المقاومة في لبنان قد تعود إلى الحرب إذا عادت الحرب بين إيران وإسرائيل لكثير من الاعتبارات. هذا هو المشهد الحالي. بس بأكد أنه الأهداف التي حطتها أمريكا للحرب على إيران لا علاقة لها بالمضيق، لا علاقة لها بالنووي، هي تتعلق بأمور أبعد بكثير إلى علاقة بارتباطها بالحرب مع الصين. لذلك ما بحس أنه من السهل أن تصل إيران وأمريكا إلى اتفاق، ولكن قد يصلوا إلى ما يشبه ربط نزاع ربما. هذا نحن بنتمنى حصوله، وإلا المنطقة رايحة على انفجار أكبر. الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش، شكرا لحضورك، شكرا لكل مشاهدينا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج القرار. معي أنا جيهان فتون.